بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. اليوم مدينة مكناس العاصمة الإسماعيلية تعيش واحد العرس رياضي. هذا العرس بمناسبة الإنجاز التاريخي اللي حقه المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم قطر 2023. يعني فيما يخص بالنسبه لهذا العرس هذا المنظم من طرف اتحاد الصحفي الرياضي المغربي لجهه فاس مكناس وجمعيه المدينه للصحافه والرياضه. يعني هذا العرس يعني بصراحه انه عرس تاريخي، غادي يعني ان الاجيال القادمه غادي تذكر هذا العرس هذا، من حيث ان مدينه مكناس تعيش واحد الفراغ يعني رياضي، فراغ في التسيير، يعني فراغ في جميع الميادين اجتماعيا اقتصاديا وسياسيا. احنا اليوم ارتأت الجمعيات على اساس باش تنظم واحد الدوري في كرة القدم، يعني تجمع 6 ديال الفرق من مدينة مكناس ومن خارج مدينة مكناس. وهذا الدوري هذا يعني صباحا وفي المساء كاين غادي تنظم واحد الندوة. هذه الندوة اللي غادي تعرف واحد الحضور ديال واحد شخصيات وازنه، من ضمنهم السي عبد الملك ابارون، وكذلك من ضمنهم العائله والده بوفال والعائله ديالو اللي غادي تكون حاضره اليوم ان شاء الله معنا، اللي غادي ان شاء الله غادي ينالوا واحد التكريم. في كذلك هنا من هذا المنبر هذا تنحيي السي عبد العدين الناجي رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الصحفي الرياضي المغاربه، وكذلك السي عادل الرحموني والكاتب العام ديال الكاتب العام ديال الاتحاد والوفد المرافق لهم اللي جاوا. الحمد لله انهم حاضرين معنا هذا الصباح وغادي يحضروا معنا في العشيه الحمد لله باش في هذا العرس هذا. والاتحاد الصحفي الرياضي للمغاربه الحمد لله في المغرب انه بصم واحد البصمه يعني على الصعيد الوطني والصعيد العالمي، من حيث ان تتلقى في جميع المحطات الرياضيه هنا في هذا. ويعني ان حتى الصحفي اللي تينتميوا لهذا يعني انهم كانوا يعني انه حمروا الوجه ديال الصحفيين في قطر ومثلونا احسن تمثيل في جميع المحطات، ان تنوجدوا بان اتحاد الصحفيين والاعلاميين ديالهم بصفه عامه حاضرين بكل الثقل ديالهم. وتنتمناو ان شاء الله واحد المسيره موفقه للاتحاد الصحفيين ديال الفرع جهه فاس مكناس. الحمد لله هذا الفرع هذا اللي يلاه تاسس مؤخرا اللي تاسسه سينيور الدين البرنسي، وتنتمناو له التوفيق ونتمناو للجميع التوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.